السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم كل حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي سعادة وفي احسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو كله يصلي على النبي. ان شاء الله هنعمل معاكم النهاردة روتين مختلف تماما عن بقية الروتينات اللي احنا عملناها قبل كده. هنشارك معاكم ان شاء الله النهاردة روتين كده تحدي الكسل، وهو روتين تنظيف غرفة الاطفال. طبعا انا عندي الأوضة زي ما انتوا شايفينها كده مكركبة خالص. هنبدأ ان احنا ان شاء الله نرتب كده مع بعض وننضفها. وقومي يلا كده، لو كسلانة كده قومي كده، تحدي الكسل كده. عارفين ان احنا كلنا ستات بيوت شاطرين ومميزين في كل حاجة بنعملها. عايزه اقول لك حبيبه قلبي ان الروتين بتاعي ده روتين مسائي. اول مره طبعا اعمل روتين مسائي في تنظيف البيت او تنظيف اي غرفه من الغرف يعني. بس حبيت ان انا اشارككم الروتين المسائي ده. وطبعا روتين كان فعلا روتين خفيف جدا ومن احب الروتينات على قلبي يعني. وفعلا ما خدش معايا وقت خالص. انا فعلا كنت كسلانه ان انا انضف الاوضه دي، بس ما توكلت على الله كده. وقمت اتشجعت ونضفتها، ما خدتش معايا وقت خالص. وطبعا حبيبة قلبي، لو أول مرة بتشوفي قناتي دي، قناة عيشها ببساطة مع أسماء سعد. يا ريت تشرفيني باشتراكك الجميل وفعلي الجرس كده عشان يوصلك كل جديد بنقدمه. يا ريت ما تنسونيش طبعا باللايك الجميل بتاعكم والتعليقات الجميلة اللي أنا طبعا بستناها. وشكرا جدا جدا لكل حبايب قلبي اللي شرفوني، ووجودكم فعلا معايا أو في قناتي ده شرف ليا. ده حبيبة قلبي ده روتين مسائي وتنظيف غرفة الأطفال. أول مرة أشارك معاكم تنظيف غرفة الأطفال زي ما انتوا شايفين معايا كده. طبعا زي ما قلت لك حبيبة قلبي إن الروتين بتاعي ده كان روتين مسائي. طبعا ده روتين آخر الليل، كان فيه شوية هدوم كده لابني. طبقتهم عشان طبعا أشيل الفرش كده بتاع السرير. طبعا قبل ما اشيل الفرش بتاع السرير كنت مسكت الحيطان بتاعتي، نضفتها كلها بالزعافة كده، طبعا عشان لو في اي اتربة او في اي حاجة على الحيطة طبعا تنزل. وتبقى برضو التنظيفة بتاعتي كده تنظيفة عميقة. انا طبعا كنت شايلة المراتب بتاعتي دي ومنضفة تحتها. طبعا عايزة اقول لكم ان احنا طبعا عشان في الارياف، في الجهاز بتاعنا طبعا بيجي حاجات كتير فعلا ملهاش اي لازمة خالص. فطبعا احنا عندنا تحت السراير بيكون ملان اجهزة وملان عفش احنا فعلا ما بنستخدموش. والله فعلا يا بنات، يا ريت فعلا نغير العادة بتاعت الأرياف دي، إن احنا طبعا بنجيب حاجات كتير وبنجيب من كل نوع كذا حاجة. والله فعلا يا ريت العادة دي فعلا تتغير، وكل واحد يجيب طبعا على قد مقدرته على قد احتياجاته والحاجات اللازمة اللي هو مثلا هيستخدمها، بدل ما نجيب الحاجة ونركنها ومبقاش لها ريحة اللازمة خالص، وبعد شوية موضتها كمان بتروح. وبنعتبرها فعلا شوية كراكيب محطوطة ومكركبة الدنيا وخلاص. أنا طبعا مع الناس اللي هي بتجيب الحاجة طبعا اللازمة، وتجيب من كل نوع حاجة واحدة بس، لأن طبعا زي ما احنا فاهمين أو زي ما احنا عارفين إن الحاجة طبعا موضتها بتروح وبيطلع كل يوم حاجات جديدة. واحنا طبعا بنحب نجدد وبنحب نغير طبعا في بيتنا، زي ما أي ست طبعا بتحب تغير في بيتها. أو زي ما انتوا عارفين احنا طبعا كستات بيوت احنا بنحب التغيير في بيوتنا يعني، أو بنحب نغير ونجدد. بأي حاجة تطلع بنبقى عايزين طبعا نجدد في بيتنا، فمش هنطلع الحاجة المركونة دي ونستخدمها. طبعا موضتها راحت، فاحنا هنعمل بيها ايه؟ هتتسمى طبعا كراكيب. فانا بنصح اي بنوته مقبله على الجواز او بتجهز دلوقتي، والله كلام من اخت لاختها، ان فعلا ما تجيبيش الا الحاجه اللازمه وتكون حاجه نظيفه وحاجه واحده بس. يعني ما تحاوليش ان انت تعددي من حاجه، يعني ما تجيبيش كذا حاجه من نوع واحد. خليه نوع واحد ويكون نوع كويس عشان يبقى استخدامه كويس. وربنا يعين والله اهل البنت واهل الولد في التجهيزات في الزمن اللي احنا فيه ده. والله المستعان يا حبايب قلبي. طبعا نرجع لموضوعنا. انا قلت لكم ان الروتين بتاعنا ده كان روتين مسائي. انا طبعا طبقت شويه الهدوم اللي كانوا على السرير زي ما شفتوا معايا. وبدات ان انا انفض الحيطان قبل ما اشيل الفرش بتاع السرير، عشان كده كده الفرش بتاع السرير هيشتغل وهيتغسل. فاي عفر ينزل من السقف ينزل عليه يعني، بدل ما ينزل على المراتب يبهدلها. طبعا يا حبيب قلبي المراتب بتاعتي دي مراتب جاهزة، اللي هي المراتب السوست. بس انا عامله لها الفرش ده او الغيار ده. طبعا انا نفضت الحيطان كلها من الاتربه اللي كانت عليها.
وبعدين بقى شلت الملايات بتاعتي ونفضت السرير زي ما شفتوا معايا في الفيديو كده. طبعا انا زي ما قلت لكم ان انا كنت شايله المراتب دي ومنضفه تحتها يعني. انا من كل فتره كده والتانية بشيل المراتب وانضف تحتها عشان طبعا الحاجه اللي تحت. طبعا اول ما شلت الملايات على طول رحت بيها على الغسالة حطيتهم كده يتغسلوا على ما اخلص تنظيف الأوضة يكونوا هما اتغسلوا. انشرهم برضو ويصبحوا برضو ناشفين زي ما هتشوفوا معايا ان شاء الله. عايزه اقولك برضو ان انت برضو ما تكركبيش برضو على نفسك هدوم برضو عشان ما تجيش في يوم وتيجي تغسلي تبقى الهدوم كتيرة عليكي. طبعا مع تنظيف بيت بيبقى طبعا اليوم متعب بالنسبه لك. فانا عايزاكي اما تكوني كده بتغيري للسرير او تكون عندك غيارين تلاتة على طول حطهم في الغسالة واغسليهم ما تكركبيش على نفسك هدوم عشان طبعا اليوم ما يبقاش شق بالنسبة لك او اليوم يبقى متعب طبعا بالنسبة لك. انا هنا طبعا كنت خلاص خلصت مسح الدولاب والسراير وبدأت ان انا كده امسح باب البلكونه معايا. طبعا انا كنت منفضه البلكونه قبلها وكنت مسحاها. بس زي ما قلت لكم ان الروتين بتاعي ده كان روتين مسائي فما فتحتش يعني البلكونه. طبعا كنست الارضيه زي ما شفتوا معايا كده في الفيديو. وبدأت ان انا طبعا امسح الارضيه طبعا بتاعتي نظيفه لان انا طبعا يوميا بمسح الشقة بتاعتي عشان انا مش فرشاها ما بحبش ان انا افرش في الصيف حاجة على البلاط يعني لان الجو بيبقى عندي حر جدا. بعد طبعا ما مسحنا ونضفنا زي ما شفتوا معايا بدأت ان انا طبعا افرش الأوضة زي ما هتشوفوا معايا كده. فرشت السراير وبدأت ان انا اجيب المفرش ده احطه على الكومودينو اللي جنب السرير. وطبعا دي الاباجورة بتاعتي طبعا بعد ما مسحتها ونضفتها حطيتها تاني برضو مكانها. عايزه اقول لكم ان ريحه النظافه بتاعه الاوضه كده والله ما محتاجه معطر ولا محتاجه اي حاجه ما شاء الله ما شاء الله ريحه النظافه يعني كده كانت باينه خالص. كانت باينه اكتر من الشكل. طبعا ده كان الشكل بتاعنا بعد ما فرشت السراير ومسحنا الارضيه ولمعنا الموبيليا زي ما انتوا شايفين كده. وفرشت السرير زي ما انتوا شايفين كده وده طبعا الفوانيس بتاعت ابني. طبعا اللي ورا السرير دي يا جماعه عشان ما محدش يقول لي ايه الكراتين او ايه الكركبه دي فيها شاشات. فاحنا حاطينهم هنا كده عشان ما يتخبطوش وعشان ما يحصل لهمش حاجه. انا هنا طبعا كنت فرشت السرير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا المنظم ده حطيت فيه الحاجة بتاعت ابني اي حاجة تخصه يعني اللي هي الزيت والشامبو والبرفان بتاعه والمناديل الحاجة اليومية يعني اللي بستخدمها له فبحب ان انا احطها كده في منظم وتبقى دايما تحت ايدي طبعا. بستخدمها ساعة الغيار. ساعة ما بكون بغير له هدومه بغير له البامبرز. عايزه اقول لكم والله ان تنظيفه الاوضه دي ما خدتش معايا وقت خالص حاسه ان هي اتنضفت على طول. وطبعا روتين مسائي بعد ما خلصنا كل اللي ورانا. طبعا بصراحه انا كنت مكسله ان انا اعمل فيها اي حاجه كل ما ادخلها اقول ان شاء الله الصبح هعمل. بس طبعا انا قمت طبعا تحديت الكسل كده وقلت ان انا انضفها معاكم واشارك معاكم كده التنظيفات. يلا بقى قومي لو مكسله كده زيي قومي كده نضفي واستعيني بالله كده وانت بتنضفي. هتلاقي طبعا الحاجه بتخلص معاكي على طول. وده كان شكل الأوضة بقى بعد ما اتروقت كده واتنضفت واتمسحت ولمعنا الموبيليا بتاعتنا أو العفش بتاعنا زي ما شفتوا كده. زي ما قلت لكم انا ما بحبش ان انا افرش حاجه في الصيف عشان الجو بيبقى عندي حر جدا. فبحب ان انا اسيب البلاط كده. طبعا اللي زي بقى يقول لي رايه كده في التعليقات ولو وصلتوا كده لعندي هنا من الفيديو. اللايك الجميل طبعا بتاعكم والتعليقات اللي انا بستناها وشيروا طبعا الفيديو مع اصحابكم كده عشان قناتنا البسيطه المتواضعه دي تكبر بيكم ان شاء الله. بحبكم في الله يا اغلى اخوات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.